السلام عليكم، مساء الفل. ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. النهارده معانا درس لطيف وهنتكلم فيه عن ازاي تسيف الصور من الفوتوشوب. مجموعه من اللايرز تسيفهم كل صوره لوحدها بضغطه واحده. طيب الطريقه دي بتفيدك لو انت عندك مثلا مجموعه صور عايز تفرغ الخلفيات بتاعتها او بتعمل اديتنج. يعني تخيل ان عندك مثلا 100 صوره وبيطلب في بعض البروجكتس حاجات زي كده. 100 صوره انت عايز تستخدمهم مثلا في الستريتور وعايزهم بخلفيات مفرغه او لاي غرض تاني، او بتعمل دمج بشكل ما. فبدل ما تكون فاتح ال 20 30 صوره ولا ال 100 صوره معاك كده على الفوتوشوب وبتتنقل وبيبقى الموضوع مزعج، تخلص واحده تسيف وتقفل وتروح على التانيه وهكذا. لا، انت ممكن تشتغل في ويندو واحده، تجيب كل الصور بتاعتك كده وبتعمل لهم اخفاء وبتشتغل واحده واحده، اللي بتخلصها بتخفي وبتنقل على اللي بعدها وهكذا. طيب بعد ما خلصت مجموعه اللايرز عندك ايا كان عددها هنا، الطريقه بتاعتنا دي هتفيدك في حاجتين. اولا ان انت هتسيف بسهوله مره واحده. ثانيا ان انت هتتجنب يعني تسميه الملفات. يعني هتسمي اللايرز هنا مفيش مشكله، بس لما تيجي تعمل سيف مش محتاج ان انت تسمي الملفات مره تانية، هو هياخد لك الاسم من اللاير بتاعك. فهنجرب الطريقه دي كده. هعلم على دول كلهم كده اخليهم متشافين. مهم ان اخليهم متشافين. فهقول له فايل واكسبورت layers to files. هنا بيقول لك في الويندو الجميلة دي حدد لي هنا الديستنيشن انت عايز تسيف فين. فهقول له سيف، فهتظهر لي الويندو دي. هيقول لك انت عايز تسيف فين، ممكن تسيف كده على طول او ممكن تختار فولدر. يعني انا عامل هنا فولدر مثلا اسمه images عشان الدنيا ما تبقاش تايهة كده. فهعلم عليه كده واقول له سيلكت فولدر، خلاص سيف لي في الفولدر ده، فبيظهر لك اسمه هنا. بيقول لك الفايل نيم انت عايز تسميهم ايه. لو سيبنا untitled دي هتلاقي متسمي لك الملفات untitled 1 مثلا وبعدها تايمر، untitled 2 وبعدها فاير كار وهكذا. طيب لا، انا هدلت دي خالص كده، هقول له ديليت وسيف لي باسماء اللايرز على طول. هيسيف لك ويجيب لك ارقام، يعني يقول لك مثلا 1 التايمر، 2 الفاير كار وهكذا. طيب عندنا هنا في اختيار اسمه الفيزابل لايرز اونلي. ده لو علمت عليه هيسيف لك بس اللايرز الفيزابل. عشان كده من شويه قلت لك ان مهم ان انت تعمل تشيك على علامه العين دي اللي تخلي لك اللاير فيزابل. طيب خلينا نكنسل الكلام ده ونرجع نعمل على واحده فيهم مثلا زي عربيه المطاف دي. عملنا لها ان تشيك اهي، اخفيناها خالص. وهنرجع نعمل نفس الحركه تاني، اكسبورت layers to file. وهقول له اعمل لي على الفيزابل لايرز اونلي. طبعا لو انت عايزه يظهر لك او يسيف لك كل اللايرز سواء اللي معمول عليها تشيك ولا اللي مش معمول، بتلغي التشيك من على الاوبشن ده. لو عملته كده خلاص انا سيف لي كل اللايرز اللي متشافه، بس الحاجه اللي مش متشافه اللي زي كده زي الفاير كارد ما تسيفهاش. هنا بيقول لك عايز نوع الملف ايه. في عندك طبعا جي بي جي، بي دي اف، بي اس دي، تي اي اف، بي ان جي بانواعها. فبقول له مثلا بي ان جي 8. طبعا انا هنا لسه ما حطيتش الديستنيشن، فهرجع على البراوز كده واقول له images وهقول له اوكي. خلاص هو اتحط لك هنا في الباث بتاعه وهقول له run. هيبدأ كده كأنه بيفتح الصور وبيقفلها لك تاني، بيفتح وبيقفل كل لاير على انه صورة مستقلة. بعد كده هيرجع لك لي بس كده. خلاص كده هو رجع لي الديزاين اللي احنا شغالين عليه او الويندو الرئيسيه اللي كنا شغالين عليها، وبيقول لك ان الاكسبورت تم بنجاح. خلاص اكسبورت لايرز تو فايلز was successful. فهقول له اوكي وهروح على الملف بتاعي اللي هو اسمه images اهو، وهفتحه كده. هبص الاقيه سيف لي الثلاث صور بتوعي دول. ما سيفش طبعا صورة الفاير لان احنا مش عاملين عليها تشيك. وطبعا هنا في موضوع الاسم، يعني لو رجعنا لنفس الاعدادات تاني وقلت له layers to files هتلاقيه محتفظ لك باخر حاجة. فاحنا هنا كنا سايبين untitled فسمى لك الملف untitled وبالاسم بتاعه. طبعا لو شلناها زي ما قلنا هيسمي على طول، هيرقم ويسمي على طول. بس كده يا شباب، اتمنى ان التركايه دي كانت لطيفة وسهلة وتسهل عليك الشغل. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد الحلقات، وشير الفيديو مع اي حد مهتم بالمجال. كان معكم احمد عبد الحكيم من حكيم ستيشن. تحياتي.